السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أريد أن أبعث برسالة إلى رئيس الجمهورية تبون وإلى كل المسؤولين. الذي لاحظته أنكم خذلتم الوطن وخذلتم الجزائر الحبيبة. الدليل قناة العربية الحدث رغم تهجمها على الجزائر وتشويهها لصورة الجزائر، وليست هذه هي المرة الأولى، بل تهجمها وعداؤها للجزائر يعني دائما يتكرر، ولكن أنتم لم تدافعوا عن الجزائر ولا عن سمعة الجزائر، بل أنتم تخاذلتم وخنتم الوطن وخنتم الجزائر. والذي أراه أنكم سبقتم مصالحكم وعلاقاتكم الشخصية لكي لا تتأثر، يعني علاقاتكم الشخصية ومصالحكم باش ما تتأثرش لكي لا تتأثر. يعني لم تطردوا قناة العربية الحدث، كذلك قناة العربية المشهد، وهذا دليل على أن الخليجيين يسيطرون عليكم، الخليجيين يذلونكم، الخارجيين يحكمون فيكم. نعم، أنتم لم تطردوا قناة العربية الحدث لأنكم تخشون وتخافون السعوديين، ولم تطردوا قناة المشهد لأنكم تخافون من الإماراتيين. فهمتوا؟ هذه هي، وسيكتب التاريخ لكم هذا، وأنا أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهد جميع الجزائريين أنكم تخاذلتم في الدفاع عن الجزائر. هذه هي. والآن ما دام أنتم يعني خنتم الوطن، وإن كنا نحن نعلم جيدا أنهم هذه القنوات هم أعداء للوطن، وأنهم عملاء أمريكا والصهاينة، نحن لا نشك في ذلك ولن نتخلى عن هذه العقيدة، وسنبقى ندافع عن وطننا. ولكن لتعلموا لما يتكلموا عليكم أنتم في شخصكم، أنا شخصيا سأصدقهم. أنا لا أصدقهم عندما يتكلمون عن الجزائر، ولكن عندما يتكلمون عن تبون ويتكلمون عن شنقريحة ويتكلمون عن الوزراء والمسؤولين سأصدقهم. نعم سأصدقهم، لأن شنقريحة وتبون والمسؤولين خانوا الجزائر. ومدام أنتم خنتم الجزائر ويعني لم تسقطوا عدالتهم ولم تطردوهم، فهذا دليل على أنهم يملكون وثائق وحقائق عنكم أنتم، ولذلك تخشونهم وتخافونهم. هذه هي. مثلا أنت شنقريحة المفروض تتكلم مع تبون، رئيس تبون، وتقول له باللي قناة العربية قناة المشهد طعنت في المؤسسة العسكرية واتهمتها باغتيال مسؤول عسكري في تيميمون. لم تتحركوا ولم تدافعوا عن المؤسسة العسكرية. فالآن لو قناة المشهد تتهم المؤسسة العسكرية بأي اتهام أنا سأصدقها شخصيا. نعم سأصدقها، لأنكم أنتم لم تدافعوا، أنتم لم تستنكروا، لم يصدر بيان من المؤسسة العسكرية للرد على قناة المشهد. إذن لما قناة المشهد تتهمك أنت شنقريحة أو أي مسؤول عسكري وتقول أنه مجرم، أو تقول أنه مهرب مخدرات، أو تقول أنه يتعامل بطرق غير شرعية، أنا سأصدقهم. نعم، لأنكم أنتم أثبتتم أنهم صادقون، وأنكم أنتم الكذابون، وأنكم أنتم المجرمون. أنتم تعطونهم شرعية. الآن أنتم من تعطونهم الشرعية، مفروض تتعاملون معهم بحزم وصرامة، حتى مستقبلا نصدقكم أنتم ولا نصدقهم هم. ولكن أنتم لا، أنتم أعطيتهم شرعية. كذلك قناة الحدث العربية مستقبلا لو تتكلم على رئيس تبون وتدعي أي ادعاء، أنا شخصيا سأصدقها.
سأصدقها. لو تقولن تبون مجرم، تقولن تبون سراق، تبون، أنا سأصدقها. لماذا؟ لأن رئيس الجمهورية لم يغار على الجزائر عندما شوهت السلطة الجزائرية. وأنا أعتبر أنك أنت قبلت كلامها. لماذا؟ لأنها تكلمت عن مرحلة هواري بومدين الذي أنت لم تحضر في ذكرى وفاته. يعني أنت عندك عداء مع هواري بومدين، ولذلك تقبلت كلامها وقلت دعوهم يتكلمون، هذه حقيقة تاريخية. لا، ليس حقيقة تاريخية. هم لم يتكلموا عن حقيقة تاريخية، وإنما أرادوا تشويه صورة الجزائر، وخاصة في هذه المرحلة عندما نحن دعمنا القضية الفلسطينية. هذه هي. وهذا الأمر لم يقرروه من أنفسهم، بل جاء من سلطات عليا، نعم، ربما سعودية وربما أمريكية وربما يهودية. ولذلك أنا بكل صراحة قناة العربية الحدث والمشهد الذين يعني تهجموا على الجزائر مستقبلا إذا تكلموا عنكم أنتم سأصدقهم، لأنكم أنتم لم تدافعوا عن الجزائر. إذا تكلموا عن الجزائر سنواجههم وندافع وننافح، لأن الجزائر أمنا وأرضنا ووطننا. ولكن عندما يتكلمون عنكم أنتم، عليكم، سأدفل عليكم وأبزق عليكم وأصدقهم. والله لا تربحكم يا المرخص.